كلها أيام معدودات، ويجي لنا ضيف عزيز علينا جدا. نعم. يجي يزورنا كل سنة مرة، ألا وهو شهر رمضان. نعم. المبارك. عايزين من فضيلتك برسالة لكل السادة المشاهدين وكل اللي إن شاء الله ربنا يكتب لهم العمر ويبلغوا رمضان، توجه لهم كلمة كيف نستغل أو نستفيد من قدوم هذا الضيف ونحظى بكل ما فيه من بركات. هو في الحقيقة يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت عن شهر رمضان، أحب أن أقول أولا بأن شهر رمضان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وما أسرع انقضاء هذه الأيام. صحيح. فلذلك وجب علينا أن نستغل هذا الباب حتى ندخل منه جميعا ونخرج منه وقد غفر الله لنا كل ذنوبنا. إزاي؟ أول حاجة، شهر رمضان ربنا وصفه بأنه هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام. يبقى خير ما نتعبد به لله بعد الصيام الفريضة لله أن نجلس على موائد القرآن. ما أجمل أن يكون رب الأسرة والأم ويجمع الأبناء ويتجالسون على كتاب الله كل يوم في رمضان ساعة يقرؤونه ويتدبرونه ويعيشون معانيه. جميل جدا. واحنا بنشوف الإذاعة المصرية الجميلة بتاعتنا كل يوم مع الشيخ فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسير القرآن وكيف يلتف الناس حول مأدبة القرآن. ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نتسابق في البيت ومين هيختم مرة واثنين وثلاثة ومين هيحفظ السورة ديت في شهر رمضان. يعني لابد أن نجمل أيام شهر رمضان بتلاوة القرآن ونعظم هذا الشهر بما فضله الله عز وجل عن باقي الشهور وسائر الشهور بنزول القرآن الكريم فيه. والنبي